يا صباح او مساء الفل، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين، رمضان كريم عليكم يا رب. بصوا الفيديو ده انا مصوراه من اول يوم رمضان، بس للأسف كان صوتي تعبان وكنتش عارفة خالص ان انا اسجل لكم. لما لقيت صوتي ابتدى يتحسن كده فقلت انزل لكم بقى الفيديو. ومصوره تاني يوم رمضان، يعني متقلقوش كل يوم بصور لكم ايه اللي بيحصل، عشان في كذا فكرة كده هكلمكم فيها في فيديو ان شاء الله جاي. بصوا بقى الديكور اللي انا عملته في المطبخ ديكور بسيط، ما عملتش اي حاجة جديدة، ما اشتريتش حاجات جديدة، ما كلفتش نفسي. اللي عندي استخدمته، عملت اعادة استخدام مش اكتر. في حاجات عدت ترتيبها، في حاجات عملت لها اعادة استخدام. قماش الخيامية ده عندي من سنين السنين، من تاني سنة جواز، وبستخدمه كل سنة بشكل مختلف. انا بالنسبة لي رمضان هو قماش الخيامية، مع احترامي لكل الحاجات الترندي اللي طالعة جديد، بس انا بالنسبة لي قماش الخيمية هو اللي بيحسسني فعلا برمضان. اي حاجة تانية جديدة شيك وكل حاجة، بس بحس ان لا، هو قماش الخيامية. بص بقى، استخدمت الستاند اللي انا كنت وريته لكم في فيديو المشتريات، اللي هو الزاوية ده. عاوزة اقول لكم فضالي جزء كبير قوي من الرخامة. انا من الناس بحب الحاجات اللي بستخدمها بشكل مستمر تكون جنب ايدي، ما بحبش ان انا اقعد افتح في ظرف واطلع في حاجات. الحاجات اللي بستخدمها تكون تحت ايدي، بتسهل عليا وقت ودربكة وكده. ده الشكل البسيط بتاع المطبخ، مفهوش اي تكلف. استخدمت قماش الخيامية مع شوية فوانيس، مع شوية حركات كده، والدنيا كانت زي الفل. قلت احضر معاكم فطار اول يوم رمضان. طبعا الناس كلها في مصر كانت بتفطر محشي وبط، احنا مختلفين بقى. السنة اللي فاتت كنت عاملة ارانب، السنة دي قلت ان انا عاوزة اعمل فتة، بقالنا كتير ما كناش الفتة فقلت اعمل لهم فتة. ابتديت اول حاجة بالعصاير. عاوزه اقول لكم انا داخله المطبخ الساعه 3، فالموضوع مش محتاج خالص تفريزات مكلفة وكتيرة. الموضوع محتاج ترتيب وقت. الفترة بتاعت الصبح دي بكون خلصت الحاجات البسيطة اللي ورايا في الشقة، عملت عباداتي اللي انا حطاها في دماغي، وبخش المطبخ من بعد الساعة 3. يعني لو الاكل بياخد وقت ببتدي من الساعة 3، ما بياخدش وقت ببتدي من بعد كده. حطيت عندي الكركديه يتعمل على النار. وقلت بقى انا ايه، عاوزه اسلق اللحمه اللي انا هستخدمها موزه، وانتوا عارفين الموزه ما بتبقاش دسمه، والفته بتبقى محتاجه الشوربه الدسمه كده عشان تديها طعم. طب اعمل ايه؟ بجيب المواسير دي من هايبر، الكيلو ب26 جنيه. طبعا زمان كانت ارخص من كده بكتير، كنت بجيب الكيلو ب2 جنيه ونص، وحياة ربنا. انا بجيبها من زمان جدا يعني. بجيبها واشيلها عندي في الفريزر. محتاجة شوربة، يعني مثلا لو اللحمة دي هعملها طاجن فانا محتاجة شوربة للفتة، فساعتها اعمل على شوربة المواسير. طعمها طعم يعني لأبعد الحدود، بتدي طعم للأكل رهيب، مفيدة جدا جدا للجسم والشعر والضوافر والعظم كمان. فاستخدموها بجد، هتفرق معاكم جدا جدا في صحتكم وفي الأكل، في طعم الاكل يعني. قطعت عندي بصلايه واستخدمت عيدان التوم دي. احنا دلوقتي في وقت موسم التوم، لو انتوا هتخزنوا توم العيدان دي اوعى ترموها، دي كنز بالنسبه لي في كل الطواجن، في الشوربات، بتدي طعم خطير. قطعت البصل وحطيت جزرايه، وحطيت عيدان التوم، وحطيت عندي بقى اللي هي المواسير دي. وهحط عليهم اللحمه وشويه فلفل اسود وورق لورا، والموضوع انتهى بالنسبة لي. احلى شوربة هتاخدوها، جربوها وهتدعولي. واحط بقى عليهم اللحمه، واحط عليهم ميه سخنه، لان الحاجات دي كلها يعني المواسير مجمده، واللحمه عندي كانت فكه نص فكه. انا اللحمه بالنسبه لي مش شرط ان هي تفك، ومش بحب اصلا ان هي تفك فكه كامله، بحب تتسلق وهي ايه يعني، فاهمين شايفين المنظر ده. انا بحب الشكل ده بتاع اللحمه. لما بتفك بحس ان هي بتنزل الدم بتاعها، والدم بتاعها هو اصلا البروتين، فاحنا بنفقد كده كمية كبيرة منها من نسبة البروتين. فبحب ان انا احطها بالوضع ده. الكركديه عندي كان غالي، رحت طافية عليه ورحت قافلة عليه، عشان الكركديه فيه زيوت طيارة فما تطرش معايا، تكتمه كده واستفيد بالطعم بتاعه. حطيت المية السخنة، وهاخد بقى اللحمة بتاعتي اروح حطاها على النار.
هتقعد بقى براحتها ومش عاوزاها تقعد على نار عالية، لا بسيبها الاول على نار عالية تغلي، وبعد كده اروح مطية عليها نار هادية خالص، تقعد بقى براحتها، اللحمة تستوي، المواسير تنزل البهاريز بتاعتها، وبتبقى خطيرة. اليوم ده قلت هعمل كمان مانجا، يبقى كركديه ومانجا. زي ما انتوا عارفين في رمضان بحب عصير رمضاني وعصير فاكهة. يعني عملت المانجا بتاعتي، وقلت البلح هعمل بلح باللبن. بالنسبه لي ده وقت مناسب قوي، احنا مش بنحبه بايش، يعني مش بنحبه يقعد وقت كبير في اللبن، بنحبه ايه اللي هو فيه مضغه كده، فاهمين قصدي؟ فكده عقبال ما هو يبوش شويه يبقى طعمه حلو قوي على الفطار، مش هيبقى بايش قوي معانا. حطيت شويه لبن عندي في علبه، وحطيت عليهم، غسلت طبعا البلح ده لازم يتغسل يا بنات، ما ينفعش نستخدمه كده، ده بيبقى يعني متعرض في التراب، وفي ناس اصلا بتبقى ماسكاه بايديها، غير ان اصلا من جوه ممكن يبقى فيه حاجه، فلازم يتغسل. وحطيته في اللبن، لبن ولا سخن ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين منزلاه من الازازه، وهركنه على جنب كده عندي. ساعات بعمل في العلب عندي اللي هي العلب الصغيره المغطى دي، كل واحد العلبه بتاعته ياخدها وياكلها على الفطار. وساعات بحط في العلبه دي، واللي عاوز يحط في الطبق بتاعه. حطيت المانجا عندي، والكيس كان فيه طبعا بواقي من المانجا، اسيبه ابدا؟ رحت حاطه فيه شويه ميه كده ورحت حطاه على المانجا. الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا، احساسكم بالنعمه بيفرق جدا، وبيزيدكم بركه ورزق. ربنا لما بيحس ان احنا بنقدر نعمته علينا، والله العظيم يا بنات بيزيدنا منها كتير قوي 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 قوي. المانجا دي كنت مخزناها طبعا في موسم المانجا، كنت منزله لكم على الانستجرام نوع المانجا اللي انا بخزنها، ده ميكس من كذا نوع مانجا، خطير خطير. يعني بصوا، يعني مفيش زيه. اي حد جرب عندي عصير المانجا بيقولي العصير طعمه مختلف، طعمه مانجا مختلفة مش نوع محدد، فتحسوا كده ميكس تحفة. حتى جوزي يوميها قال لي العصير طعمه حلو قوي، مظبوط قوامه، ولا هو خفيف ولا هو تقيل، قوامه طلع مظبوط، السكر كان مظبوط، طعم المانجا خطير. بشوفوا الفيديو ده كنت منزلاه على الانستجرام. قلت بقى اطلع الحاجات اللي انا هحط فيها. استخدمت الازازه والشفشق بتوعي اللي هما من ايكيا، شكلهم شيك قوي كده على السفره، والازاز بتاعهم رايق، بيبين شكل الحاجة، فشكل الحاجة بتبقى حلوة على السفرة. انا ما بحبش الشفاشق اللي هي فيها مهرجانات ورسومات ومش عارفة ايه وكده، بحب الازاز. حطيت عندي المانجا وحطيتها بقى في التلاجة، هي اصلا كده كده ساقعة. وبالنسبة للكركديه انا اصلا مش قلقانة ان هو يسقع او لا، لان كده كده بنحط عليه تلج، كركديه لازم كده تلج بقى يظبطه. رحت حطاه صفيته، وبعد ما اتصفى رحت واخداه تاني حطاه عندي في الحلة، وحطيت عليه مية، ورجعت صفيته تاني، لان كده هو لسه فيه طعم وفيه سكر، فلازم اتخلص من الورق بتاعه من طعم وسكر، والسكر اللي كان فيه، عشان ما يبقاش حاسه ان انا اهدرت حاجه ورميتها كده وهي لسه فيها، يعني فاهمين، سكر ولسه فيها طعمها، حرام طبعا يعني. فخلصت بقى الكركديه ورحت حطها عندي في الشفشة وحطيته في التلاجة، مش محتاج قوي ان هو يسقع معايا، مجرد ان هو يهدى كده انا تمام، الدنيا زي الفل. الشفشق ده الكركديه اللي فيه مركز سنة، ليه؟ عشان لما اجي احط التلج يعادل الوضع، ما يبقاش التلج يسيح فيفقد السكر فيه، او السكر يقل وطعمه يخف، لا، لما احط التلج يبقى عادل التركيز اللي فيه، فاهمين قصدي؟ جبت عندي السيرفيس ده كان من ايكيا، حلو قوي وعملي جدا. حطيت فيه زيتون، وحطيت شطيطه، وحطيت فلفل اخضر، الحاجات اللي هي ايه تفتح النفس كده جنب الفته. الزيتون ده جايلي من فلسطين، واهل فلسطين وجمالهم، بصوا طعمه خطير يا بنات، حاجه كده في مكان تاني خالص. وحطيت عندي الكوبايات بتاعتي، كوبايات الكركديه، كوبايات المانجا على قدنا، يعني كميه المانجا دي على قدنا، يا دوب كان في نص كوبايه زياده. وحطيت التمر عندي عشان نفطر عليه، وابتديت ان انا اطبق عندي الفته يعني مش قادره اوصف لكم جمالها عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه. حطيت العيش ده انا بقليه، وحطيت عليه الدقه بتاعه العيش،
وسبته كده ايه ياخد شوية. انا مش بحب العيش يشرب قوي الشوربة، بحب ان هو فيه كده قرمشة شوية زي الفتة بتاعت بره، ما تبقاش بايشة كده واحس ان هو اكل بط، لا، بيبقى فيه قرمشة شوية. وعملت شوربة على شوربة اللحمة بالمواسير، طعمها يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الجمال. مش تقيله خالص خالص زي ما ناس كتير ممكن تتوقع ان شوربة المواسير تقيله، لا مش تقيله. طعمها مسكر كده وليها طعم بسبب الحاجات كمان اللي انا حطاها في الشوربه، كان طعمها حلو قوي. الشوربه انا عامله على قدنا، وكل حاجه بعملها على قدنا. وعاوزه اقول لكم يعني دي الكميات اللي احنا بناكلها في الايام الطبيعيه، انا ما بعملش اي فرق خالص ما بين الايام العاديه ورمضان. الفرق الوحيد بالنسبه لي العصاير والحلويات. وعاوزه اقول لكم اليوم ده ما عملتش كمان حلويات لان حسيت الفته تقيله مع الشوربه والعصاير، فما حبيتش ان احنا نتقل على نفسنا اول يوم عشان معدتنا ما تتعبش. الشوربه بالظبط 3 اطباق هما اللي اتعملوا، ما عملتش اكتر من كده. والفته ده الطاجن اللي انا بعمله على طول في الفته. وعاوزه اقول لكم فاض بتاع حوالي تلته، لان طبعا احنا في رمضان اكلنا بيبقى قليل مش زي الطبيعي. سبت كده العيش يهدى شويه مع الدقه بتاعته، وحطيت عليه بقى الرز. بحب احط الرز وهو لسه فيه شويه شوربه، فالرز بياخد كده من طعم الدقه بتاعه العيش، بيبقى طعم خطير. معلش يعني الفته بتاعتي لا يعلى عليها، معلش ثقه بالنفس زياده عن اللزوم، بس معلش كل واحد لازم يعرف قدر نفسه. بصوا بقى حطيت كبشه كده صلصه، بتديها طعم كده وتسكيرة للعيش، بس بعد ما العيش يتشرب، ما تحطهاش من البداية عشان ما تتخلطش مع الشوربة. وبعد كده بقى احط الرز بتاعي. بصوا جمال الرز، انا عايزاكم بس تشوفوا ازاي الرز المصري معمول في حلة ستانلس، والحبة بحبتها. بصوا مفلفل ازاي، شايفين الجمال؟ ولا ملزق ولا معجن ولا لازق في الحلة من تحت ولا اي حاجة. ده سر التسوية. ان شاء الله هعمل معاكم الرز في الحلة الستانلس، لان في ناس كتير قوي بتشتكي من سوى الستانلس. عاوزة اقول لكم انضف سوى واحلى سوى في الحلة الستانلس، ايا كان بقى رز، طبيخ، ايا كان. الحلة الستانلس رهيبة في التسوية، بس تعرفوا التكات بتاعتها. بصوا ولا حباية لازقة ولا حباية ملسوعة، طالع خطير. والطعم بقى طعم رز، عارفين كده، عارفين السوا في الحلل الألمونيا بتاعت زمان كان الأكل ليه طعم. الستانلس قريب من الموضوع ده، بيدي نفس طعم الأكل بتاع زمان كده. سويت الرز عندي وابتدي بقى احط الصلصة بتاعتي اللي طعمها كان خطير. بس انا عارفة ان انا بجوعكم، بس فعلا الاكل كان طعمه حلو قوي 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 قوي. بحب ما احطش صلصه كتير، بحط بس كده على الوش. وبحط طبق على السفرة، اللي عاوز بقى يزود ايه في الطبق بتاعه، كل واحد بياخد بقى من الطاجن يحط في الطبق بتاعه ويزود زي ما هو عاوز. لان بحس الصلصة لما بتزيد بتعمل حموضة كده، فبحب الموضوع يبقى خفيف. وكنت حمرت اللحمة بتاعتي حطيتها على وش الفتة، هي مش ملسوعة، لا هي شكلها يعني غير كده، في التصوير شكلها مختلف. هي متحمرة التحميرة الحلوة بتاعتنا. حطيت اللحمة كده على الوش واديتها سنة فلفل اسود، وحطيتها على السفرة. حطيت عندي السيرفيس اللي انا حاطه فيه المقبلات، وطبق الصلصة اللي حد مثلا اي حد عاوز يزود يزود. وكانت سفرة خطيرة، الحمد لله نعمة من عند ربنا. ويعني مش قادرة اوصف لكم قمنا قد ايه مبسوطين وشبعانين وراضيين. الحمد لله الحمد لله، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال. عاوزة اكلمكم في موضوع ان شاء الله الفيديو الجاي هكلمكم فيه، موضوع مهم جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وباي باي.